كل بني آدم خطاء فعال كثير الخطأ، نخطئ بالليل والنهار، نخطئ في حق أنفسنا وفي حق غيرنا، لكن الله عز وجل أعطانا سببا عظيما لنصحح به أخطاءنا ونعترف بضعفنا ونرجع إلى صوابنا وإلى عقلنا. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فاستغفروني. من المصائب أنك تعجز تطلب من الله يغفر لك. المعصية والذنب والمخالفة والكبيرة يعني أي واحد فينا كيوقع فيها، لكن المشكل بعض الناس عاجز عن رفع يديه ليطلب من الله أن يغفر له. بعض الناس لا يعترف بخطئه، بعض الناس يسب ربه وخالقه ويستهزئ من نبيه الذي أرسله الله إليه. أعطانا الله الاستغفار، أن تطلب من الله عز وجل أن يقيك من شر الذنب. راه الذنوب بحال السم، كتوصل واحد الجرعة تتموت. عندك واحد المساحة فين تعصي وتذنب، وعندك واحد الفسحة يقدر ترجع، كتوصل واحد المرحلة يكون الذنب قاتلا يرديك ويهوي بك في مكان سحيق. اسأل ربك أن يقيك شر ذنوبك في الدنيا ويوم القيامة، يوم يساق الناس لرب العالمين.